أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأعزاء، أيها الآباء الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم، وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة المباركة وقد أغثت بلادنا أن تغيث قلوبنا بالإيمان، وأن تجعلنا من أهل الإحسان، اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، كلمناكم فيما مضى عن الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. كلمناكم كيف كان الصالحون يخشون ربهم، وكيف كان الأنبياء والمرسلون يخشون ويخافون من ربهم. كلمناكم عن خشية الأنبياء وخشية الملائكة وخشية الكرام وخشية الأصفياء وخشية الأولياء من رب الأرض والسماء سبحانه عز وجل. وقلت لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما مر على جبريل عليه السلام قال: رأيته كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يصف حاله. والله تبارك وتعالى وصف خشية الملائكة حينما قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصف أيضا خشيتهم وخوفهم حينما قال سبحانه عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم وصف الباري عز وجل هذه الخشية وهذا الخوف وهذا الوجل وهذه العظمة أو استحضار عظمة الله عز وجل التي كانت في الأنبياء والمرسلين حينما قال سبحانه عز وجل: قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في آية أخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا كما في آية الإسراء. إذن أيها الأحباب الكرام، أن هذه الخشية هي دأب الصالحين ودأب الأولياء ودأب المتقين. خاف الصديق أبو بكر من النفاق، وخاف من النفاق عملاق الأمة عمر، وخاف من النفاق حنظلة الأسدي، وخاف جمع كثير من أصحاب الحبيب النبي. صلوا عليه فقد صلى عليه الرب العلي. دعونا الآن أيها الأحباب الكرام أنتقل بكم إلى حالة وأوصف لكم حالة صحابي جليل كيف عاش مع الخشية وكيف عاش مع الخوف من الله تبارك وتعالى، كيف خاف من ذنبه ومن سوءته ومن خطيئته ومن جرمه، حيث استحيا من ربه عز وجل. أروح نعرف قصة هذا الصحابي يا إخواني الكرام بعد الصلاة على رسول الله. قصته رواها الإمام أبو نعيم في حليته بسند حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اسمعوا يا إخواني الكرام هذه القصة جيدا. قال: كان ثعلبة بن عبد الرحمن من خيرة الصحابة أو من خيار الصحابة. هذا صحابي جليل يسمى ثعلبة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه، وكان غلاما فطنا، كان يكثر الجلوس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرسله في حاجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء أمر أو حاجة من حوائج الدنيا أرسل هذا الغلام اليافع، هذا الولد الشاطر، هذا الولد الذكي، يرسله النبي في طلب أو في حاجته أو في قضاء أموره. وذات ليلة يقول جابر: أرسله النبي في بعض حاجته، وبينما هو يسير في طرقات المدينة مر على بيت رجل من الأنصار. بعث النبي راح يشري له ولا راح يقضي له ولا راح ما أدري أنا. مر على بيت رجل من الأنصار
وبيت الأنصاري وباب الأنصاري مفتوح. كيف كان هذا الباب مفتوحا؟ الصحابة يا إخواني الكرام كانوا يعني في عوز، وكانوا في فقر شديد، كانوا لا يضعون على بيوتاتهم أو على أبواب بيوتاتهم إلا أسطرة، كانوا يديروا على البيبان تاعهم ليزار ستار، ما كانش عندهم أبواب حديدية أو أبواب فولاذية أو أبواب خشبية أو نحاسية أبدا، الشيء الله غالب، كانوا يضعون أسطرا. فحركت الريح ستار بيت الرجل الأنصاري فانكشفت عورته، والرجل يمر على بيته فألقى ببصره هكذا فرأى امرأة الأنصاري في حمامها أو أكرمكم الله في مرحاضها، ولكنه أيها الأحباب الكرام نظر نظرة وأخرى، لأن النظرة الأولى نظرة لك والنظرة الثانية عليك، العين زانية وزناها النظر، نسأل الله أن يعصمنا من النظر إلى الحرام. هذا الصحابي يا إخواني الكرام لما يعني أدرك نفسه استحيا واستحضر خشية الله ومراقبة الله ونظر الله إليه. كيفاش؟ أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فجعلت أنظر في عورات الناس، أنا رحت باش نقضي أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بي عيني تقع على عورة أو على ماذا؟ سوءة أو على حرمة، وأنا مبعوث من قبل رسول الله في قضاء حاجته. هذا الصحابي يا إخواني الكرام أو هذا الشاب المرسول من قبل رسول الله ماذا صنع بنفسه؟ صلوا على رسول الله. لما أدرك فعلته أو أدرك ما صنعه ماذا قال؟ قال والله لن أرجع إلى رسول الله، والله ما نعاود نولي للنبي. إذن أين يذهب؟ أي مسلك يسلك؟ أنت أخطأت وأجرمت ويعني زلت بك عينك، إذن استغفر الله وعد إلى الله وتب إلى الله. احنا هذه على كل حال يا اخواني الكرام، كاين اللي راه دايرها صنعه، كاين اللي راه دايرها حرفه، مقابل الديار نتاع الرجاله، مقابل الحرمات تاع الناس، مقابل النوافذ والشرفات تاع الناس، وقاعد يشوف في عورات الناس ويتتبع عورات الناس وكأنه ماذا؟ ما صنع شيئا، عادي بالنسبه ليه، عادي في بلادي. كاين اللي يصور عباد الله، كاين اللي يدير فيديو لعباد الله، كاين اللي يكشف وينقب عن عورات عباد الله وكأنه لم يكن ثمة حياء من الله ولا من حياء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رفع بصره مرة ومرة، فماذا قال؟ لام نفسه وعاتب نفسه وقال والله لن أعود ولن أرجع إلى رسول الله. إذا ماذا يصنع؟ هام في الأرض، خرج يمشي في الأرض، قال والله لينزلن الله في قرآنا أو ليجعلني الله من المنافقين. هذا هو الشاهد. قال شوف، ما دام راني درت هذه المصيبة، ما دام راني درت هذه المعصية، ما دام راها وقعت عيني على حرمة وعلى عورة، يا إما ربي ينزل فيه القرآن. الصحابة كانوا يخافوا، الصحابة كانوا يخشون، كانوا يراقبون الله عز وجل، يا إما راح ينزل فيه قرآن ونتبهدل قدام الجماعة قدام الصحابة وقدام المنافقين وقدام اليهود في المدينة، يا رب العالمين يجعلني في المنافقين، إما وإما. يعني سبحان الله العظيم يا إخواني الكرام، خوف، رعافة حس، يعني شعور بالذنب، شعور بالتقصير، شعور بالزلة وبالخطأ وبالهنة وبالسقطة من قبل هذا الصحابي. قال يا إما راح ينزل في القرآن، يا إما راح رب العالمين يجعلني في قائمة سوداء تضم أسماء للمنافقين، كما قلت لكم أن النبي عهد عقب غزوة تبوك لي حذيفة بأسماء المنافقين، قال والله راح يكتبوني ماذا. إذا ماذا أصنع؟ أخرج أمشي في الأرض. قال راوي الحديث فهام هذا الصحابي في أرض الله عز وجل، وأبطأ على رسول الله في أن يرد له حاجته أو أن يقضي له مأربه. استبطأه النبي، افتقده النبي، بحث عنه النبي فما وجده. يومين ما لقاش النبي، جاءت الصلاة وما حضر ثعلبة الصلاة مع رسول الله. وقلت لكم أن هذا الصحابي كان يكثر الجلوس مع رسول الله، كان دائما يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استبطأه النبي وافتقده ماذا صنع؟
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما صنع ثعلبة. وين هو صاحبكم؟ وين هو ذاك الشاب اللي بعثته لحاجتي وبعثته لمطلبي ولمقصدي؟ أين ثعلبة؟ فقال الصحابة: يا رسول الله لعله خرج مع أقرانه وأترابه يلهو. يا رسول الله هذا شاب صغير 15 ولا 16 ولا 18 سنة، خرج مع أصحابه، راحوا يكومبيو في البحر، راحوا للغابة، راحوا يديروا الشواء، راحوا يقصروا، راحوا كذا راحوا كذا، لعله خرج مع أترابه وأقرانه يا رسول الله. لكن طالت غيبة هذا الصحابي وافتقده النبي، لأنه كان يحبه وكان يقربه وكان يدنيه وكان يجلسه، بل كان يبعثه في حاجته. لما مر يوم ويومان وثلاث وأربع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ابحثوا ماذا فعل ثعلبة، حوسوا على هذا الرجل، راه ما جاش، راه طول علينا. فبحث الصحابة عنه في طرقات المدينة وبساتينها فما وجدوه، ما لقاوش. فقالوا: يا رسول الله فتشنا زقاق المدينة وبساتين المدينة وأحياء المدينة فما وجدنا، ما صبناش يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادوا لي عمر وسلمان. قال لهم النبي: ازقوا لي عمر وجيبوا لي سلمان معه. فجاء عمر وسلمان فقال لهم الحبيب العدنان: قال يا عمر ويا سلمان ابحثوا عن ثعلبة في الفلوات، روحوا حوسوا على هذا الشاب. وين؟ حوسوا عليه في الصحراء، حوسوا عليه في الويدان، حوسوا عليه في الجبال، حوسوا عليه وين؟ في الغابات. المهم هذا الصحابي حوسوا عليه. هذا الغياب نتاعه غير طبيعي، هذا غياب أشم فيه أو من ورائه رائحة. فخرج سيدنا عمر وسلمان يبحثون عن هذا الصحابي الذي أخطأ والذي أحس بالذنب وأحس ماذا؟ بالسوءة وبماذا؟ الحسرة وباللوعة. وجعلوا يبحثون ويبحثون ويقلبون ويمشطون السهول والأودية والجبال والشعاب، حتى انتهوا إلى أعرابي يسوق غنما له في سفح جبل أو في أسفل جبل في واد ما بين مكة والمدينة. يعني الإنسان هذا طول الطريق وبعد المسافة، مشى حتى وصل إلى واد من الأودية، إلى شعبة من الشعاب ما بين مكة والمدينة. فسأل عمر هذا الأعرابي الذي كان يسكن في هذا الجبل أو في ماذا؟ أسفل هذا الجبل، وكانت له غنمات وله دواب. فقال له عمر وسأله عمر ووصف له عمر حال هذا الرجل. قال له: ما شفتش واحد الشاب صغير، واحد الولد راه غايب علينا، راه تايه، راه ما رجعش لينا. فقال هذا الأعرابي: أنا لا أعرفه يا أخ العرب. قال: ولكن كأنك تقصد ذلك الفتى البكاء. فقال عمر: وما قصة الفتى البكاء؟ قال: يا أخي ثمة شاب منذ 40 ليلة وهو في الجبل لا نسمع إلا بكاءه وعويله، فإذا غربت الشمس نزل إلينا فحلبنا له من دوابنا مذقة لبن فيشرب ثم يولينا ظهره ثم يرجع فلا نراه إلا الغد. قال له: بالك راك تقصد في هذاك الشاب اللي ظل يبكي، راه عنده 40 يوم وانا سارح هنا وانا ساكن هنا، دخل الجبل لا يخرج إلا حينما تغرب الشمس، فينزل إلي فأحلب له من دواب سواء من شاة أو من بعير. قال له: نحلب له يشرب، ويشرب لبنه مخلوط بدموع عينيه. قال له: يشرب ويبكي، يشرب الدمع. قال: فإذا طعم من مذقة لبننا ومن حليب شاتنا ولانا ظهره، يعاود يرجع ويدخل في الجبل. راح عنده 40 يوم، راح عنده 40 ليلة وهو بيت في هذا الجبل، وأنا لا أعرفه ولا أعرف اسمه ولا يكلمنا ولا يجالسنا ولا يعني يجتمع معنا. فقال عمر: وأين هو؟ قال: في سفح الجبل. قال له: راه داخل في الغابة، ما يخرج إلا بعد المغرب. فاختبأ عمر وسلمان
وراء صخرة ينتظرون مقدم ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه. هذا اللي يا إخواني الكرام وش دار؟ نظر نظرة في غير محلها، نظر إلى سوءة ونظر إلى حرمة ونظر إلى امرأة ونظر إلى بيت رجل من الأنصار. اديت عينه، شاف واحد العورة، شاف واحد الحرمة، وقعت عينه على ماذا؟ على ماذا؟ الزوجة نتاع جاره، الزوجة نتاع حبيبه، الزوجة نتاع أخوه، الزوجة نتاع الساكن معاه. عين نظرة واحدة يا إخواني الكرام، ما هيش جريمة، ما هيش كبيرة، ما هيش موبقة، ما هيش خيانة، ما هيش يا إخواني الكرام غدر كغدرنا. وما أكثر وما أعظم الغدر في أيامنا وفي ماذا؟ أسرنا وفي مجتمعنا، نسأل الله السلامة. نسمع عن أشياء ينبادها جبين الحياء خجلا، حتى الإنسان ما يقدرش يحكيها بينه وبين روحه، ما يقدرش يسمعها وما يقدرش يتصورها والعياذ بالله عز وجل. إذن الشاهد اختبأ عمر ينتظر قدوم وخروج ونزول هذا الفتى البكاء، هذا الشاب اللي راح في 40 يوم وهو يبكي. فلما حان وقت المغرب نزل ثعلبة من وسط الجبل أو من داخل الجبل ودموعه على خده يرتعش ويرتعد كأنه فرخ طائر قد سل ريشه أو قد انسل ريشه. تشوفوا تقول واحد الطير بللته مياه الأمطار وانسلت من جسده ومن جلده ماذا؟ الريش، فصار يرتعد هكذا من خوف الله ومن خشيته لله عز وجل. فنزل وحلب له الأعرابي من شاته ومن نوقه فطعم ودموع عينيه مخلوطة بهذا اللبن، ثم ولاهم ظهره فابتدره عمر فأمسكه. خرج له سيدنا عمر من وراء الصخرة فأمسكه وأخذه إلى سيدنا رسول الله. فماذا قال ثعلبة؟ قال اتركوني، دعوني، ماذا تريدون مني؟ وش تحوسوا عندي؟ خلوني هنا هامل في الجبل، خلوني ندرج وجهي في قورتي في الجبل، خلوني بيني وبين الله حتى يقبضني الله، خلوني حتى نموت، وين تداهيني؟ فقال عمر إن رسول الله يطلبك يا ثعلبة. رسول الله يحوس عليك، رسول الله افتقدك واشتاق لك، يريدك، أرسلك في حاجته فغبت عنه هذه الأيام وتلك الليالي. رسول الله يطلبك يا ثعلبة. فماذا قال ثعلبة بن عبد الرحمن؟ قال يا أمير أو يا عمر، أو أنزل الله في قرآنا؟ قال له كش ما رب العالمين راه نزل في قرآن، كش ما راه نزلت في آية تفضحني وتكشفني على الصنعة نتاعي وعلى الفعل نتاعي وعلى المشكلة نتاعي وعلى المصيبة اللي درتها. واش دار يا اخواني الكرام؟ ماذا صنع؟ نظر نظرة واحدة. المصائب لا مصائبنا، والجرائم لا جرائم تاعنا، والكوارث لا الكوارث اللي رانا دايرينها والعياذ بالله عز وجل، راها مغلفة وراها ملمدة وراها مخبية، كل واحد راه عارف روحه. فقال عمر لا أدري يا ثعلبة، لحد الساعة ما نزل والو وما قال لنا الرسول عليك والو. فقال هل ذكرني رسول الله في المنافقين؟ والرسول ما قال لكمش هذاك الشاب من المنافقين؟ لا ما قال لناش وما سمعناهش يقول. فأدخله عمر إلى بيته، إلى بيت ثعلبة، لأنه كان متعبا وكان مجهدا وكان فزعا وكان مذعورا وكان خائفا وكان ضعيفا متضعفا، كان هزيلا. 40 ليلة يا إخواني الكرام هو بيت برا على جال ذنب واحد، على جال مصيبة واحدة، على جال موبقة واحدة، على جال خطأ واحد، على جال زلة واحدة، 40 يوم حتى أشرف على الهلاك، أشرف على الموت. أدخله عمر ثم خرج ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الرجل. فقال يا رسول الله إن ثعلبة بن عبد الرحمن قد لقيناه. وقص له عمر ما كان من أمر ثعلبة. هلا يا رسول الله دخلت عليه إن شئت. قال له يا رسول الله لو كان غير تجي عنده تزوره، السيد راه في حالة كبيرة، السيد راه في مشكلة كبيرة، السيد راه في واحد الحالة الله عز وجل أضرى بها. شوفوا يا أخواني الكرام، هذه الحالة اللي وصل لها، هل بسبب فقده مالا أو فقده تجارة أو خسارته في منصب أو أمر من أمور الدنيا، أم هو أمر من أمور ماذا؟ الآخرة، أمر يتعلق بعلاقة قد تفسد ما بينك وبين الله،
إحنا الإنسان وقت يا شيخنا الكرام ينعزل وينزوي وينطوي وما يخرج للناس وما يكلمهمش ويشلف وينايف ويقبش وما أدري أنا متى وقتاش لما راكم عارفين، لما يخسر، لما يروحوا الحبيبات، لما والعياذ بالله يخسر يعني سيارة أو مال أو تجارة، لما تضيع منه مشروع من المشاريع تجده قانطا، تجده حزنا، تجده والعياذ بالله عز وجل متبرما، تجده ربما يعتزل المسجد، ما يجيش حتى البيت ربي سبحانه عز وجل. وربي يقول ففروا إلى الله، مش ففروا من الله، ففروا إلى الله. قال له يا رسول الله لو كان غير تروح تزوروا وتشوفوا الحالة اللي راه فيها حالة كبيرة بزاف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على هذا الصحابي الجليل، فلما رآه ثعلبة بكى والتفت إليه هكذا ثم نكس وجهه حياء من رسول الله. شاف في سيدنا النبي ثم هبط راسه حشمان من واش؟ حشمان من ذنبه، حشمان من الغلطة اللي درها بينه وبين سيدي ربي سبحانه عز وجل. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ثم رفع رأسه هكذا ووضعه على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، ارفد الراس بتاعه حتى على في حجره. فقال ثعلبة يا رسول الله انزع رأسا قد ملئ ذنوبا ومعاصي على فخذك الطاهر. قال له يا رسول الله ارمع لي كذا من الراس الذي ملئ ذنوب وملئ معاصي وملئ ماذا؟ سيئات وخطيئات. يا رسول الله اطرحه، فخذك يا رسول الله أشرف وأطهر. قال له ارمع لي كذا رأس قد ملئ بالذنوب. وأي ذنب صنعت يا ثعلبة وأنت الذي كنت تخدم رسول الله، وأنت الذي كنت تعكف على الجلوس مع رسول الله، وأنت الذي يعني ما زلت شابا صغيرا التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا ثعلبة. وش درت؟ كليت الحقوق، اتعديت، دخلت للديار، غدرت، كذبت، سرقت، خونت، طفلت في الميزان، أذيت الجيران. وش درت يا ثعلبة؟ ما زال ما درت والو. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى من حاله، قال النبي يا ثعلبة مما تخاف؟ وش راك خايف؟ الشي اللي راه مخوفك، الشي راه مفزعك، الشي اللي راه مبكيك، الشي اللي راه مقلطك، الشي اللي راه مروعك، مما تخاف يا ثعلبة؟ فقال يا رسول الله أخاف عذاب الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن بطش ربك لشديد. سيدنا عمر الله يرضى عنه لما تلا قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أغمي عليه، اشهر ما خرجش للناس، اشهر ما صلاش بالمسلمين، اشهر وهو مريض. مرضات آية من كلام الله عز وجل. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الصحابة كانوا يكونوا كرام يهزهم القرآن ويؤزهم القرآن ويحيي قلوبهم القرآن ويأثر فيهم القرآن. قال له شرك خيف؟ قال أخاف عذاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة وماذا ترجو؟ واشرك حال؟ قال أرجو مغفرة الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. قال له راني خايف من عذاب ربي، وراني خايف من سيدي ربي، والشي اللي راني متمنيه والشي اللي راني نبكي عليه ربي يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة إني أرجو أن يعطيك الله ما ترجو ويؤمنك مما تخاف. قالوا ندعي لك ربي يؤمنك مما تخاف ويعطي لك ما تؤمله وما ترجوه. نسأل الله أن يعطينا سؤلنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. قال له النبي خلاص ادعى له. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم
قال يا رسول الله إني أشعر بدبيب ما بين جلدي وعظمي كدبيب النمل. قال له يا رسول الله نقول لك ونصارحك راني حاس بواحد الشعور غريب، أحس وأشعر بدبيب كدبيب النمل، نحس حاجة تمشي ما بين جلدي وما بين عظمي. فقال النبي أو تجد ذلك يا ثعلبة؟ راك حاسب هذاك الشيء؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي ذاك الموت قد نزل بك فتشهد يا ثعلبة. الله يثبتنا، الله يثبتنا نهار اللي يمشي النمل ما بين الجلد والعظم. ماناش حاسينها لأنه مازلنا أحياء. وقتاش نحسوا؟ لما يدنو الأجل، لما يقترب الأجل، لما تطفى الشمعة. تجي باش تطفى الشمعة تشعر وتحس بدبيب كما أحسه ثعلبة بن عبد الرحمن. قال يا رسول الله راني نحس بواحد الحركة، راني نحس بواحد الشيء يمشي ما بين جلدي وعظمي كيما النمل، كيما الدبيب كيما النملة تمشي عليك. فقال الحبيب أو تجد ذلك يا ثعلبة؟ راك حاسب هذاك الشيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذاك الموت قد نزل بك فتشهد. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إن شاء الله نموت على هذه الكلمة. قال له يا ودي راه دان أجلك، اقتربت منيتك، نزل بك الموت يا ثعلبة، إذا نثبت اتشهد اذكر ربي. فتشهد ثعلبة بن عبد الرحمن ثم شهق شهقة فاضت فيها روحه إلى بارئها. نسأل الله أن يغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لجميع موتانا. ومات ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه بسبب ذنب صنعه، همه وغمه حتى أدركته به منيته. ذنب واحد صغير عندك وصغير عندي، حقير عندك وحقير عندي، ما حاسب انت وانا ولا شيء، لكنه ماذا؟ قتل هذا الرجل الذي كان قلبه حيا. أحباب الكرام، أن الصحابة الكرام كانوا يخشون الله عز وجل، وكانوا يراقبون الله عز وجل، وكانوا يستحيون إذا صنعوا شيئا من شأنه أن يغضب الله عز وجل. ثعلبة رضي الله عنه لما قبضه الله عز وجل إليه غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عقب نعشه، يعني يمشي خلف نعش ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. يكفي أن النبي دعا له وقال أسأل الله أن يؤمنك من خوفك وأن يعطيك سؤلك، ودعا له النبي بالخير واشهد له النبي بالخير، ثم صلى عليه وهو الذي غسله وكفنه ومشى في جنازته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الكرام وهو يمشي خلف جنازة هذا الصحابي التائب إلى ربه عز وجل، هذا المشفق على نفسه جعل يمشي على أطراف أصابعه هكذا أو أطراف أقدامه هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يمشي مشي عادية، إنما يمشي على رؤوس أصابعه. فنظر إليه سيدنا عمر وكأن النبي يمشي في زحمة، فنظر إليه عمر وقال يا رسول الله ما لي أراك تمشي وقد أوسع الناس لك في الطريق، الناس راهم فاتحين لك الطريق وإنا رانا وحدنا يا رسول الله وكأنك تمشي في زحمة، لماذا تمشي هذه المشية على أطراف قدميك يا رسول الله؟ سيدنا عمر تعجب واستغرب، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمشي بهذه الصفة؟ اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحك يا عمر والذي نفسي بيده. قال له ايش راك تقول يا عمر؟ ما كاش الزحمة، ما كاش الغاشي، طريق راها واسعة، طريق مفتوحة. والذي نفسي بيده لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة يشيعون ثعلبة. قال له والله ما راني لاقي حتى باه ندير رجلي ونمشي كما يمشوا الناس لشدة ولكثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة، نزلوا يشيعون جنازة ثعلبة. قوم أيها الأحباب الكرام عرفوا الله فعرفهم الله، قوم خافوا من الله فقبلهم الله، قوم تابوا إلى الله
فتاب الله عليه. سيدنا هذا الصحابي الجليل ثعلبة بن عبد الرحمن اقترف واجترح سيئة أو خطيئة بينه وبين الله. احنا كاين والعياذ بالله فينا من يبارز الله بالمعصية، يجاهر بالمعصية وكأنه يشهر بالمعصية ويشيع المعصية. يا أخي استر روحك، يا أخي إذا كان رب العالمين راه ساترك ما تفضحش روحك. كل أمة معافى إلا المجاهرين. تدير المعصية وزيد تجاهر بها، تدير السيئة وزيد تجاهر بها، تسمع الموسيقى وزيد ترفع الصوت نتاعها، تسب ربي وزيد تطلع صوتك. تسب ربي يعني سب الله عز وجل مخرج من الملة، كارثة ابتلينا بها. صرنا نسمع سب الله عز وجل علنا جهار النهار وزيد ترفع صوتك. انت تتسب في الرب اللي خلقك وزيد ترفع صوتك. يا أخي خلي موضع وين سيدي رب العالمين وربما يتوب عليك وربما يهديك وربما يردك إليه ردا جميلا. معصية ويزيد يبين فيها، معصية ويزيد يحمق عليها ويزيد يشهر بها، يبارز الله عز وجل بالمعصية. ثعلبة دار معصية خفيفة، نظر إلى عورة أو إلى سوءة أو إلى حرمة اختلى بنفسه مستغفرا باكيا شاكيا طارحا قلبه بين يدي ربه عز وجل. ثم بعد أن تاب الله عز وجل ببشارة رسول الله له مات، فنزل ملائكة الله عز وجل يشيعون جنازته. ونحن أيها الأحباب الكرام، ونحن هل استحيينا من ذنوبنا؟ هل خشينا على أنفسنا؟ هل اتهمنا أنفسنا كما اتهم الصحابة أنفسهم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. إلا كم حابين تعرفوا شكون هو المؤمن؟ هاي صفات المؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا كان قلبك ما تحركش حينما يذكر الله، وحينما تذكر آيات الله، وحينما تنزل آيات الله، وحينما ترى وتلحظ وتتفكر في آيات الله، هذا القلب لازم ماذا؟ تغيره، لازم تنظر إليه، لازم تفتش وتقلب على قلب آخر ضحه مكان قلبك، فقلبك لم يعد صالحا للخدمة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أيها الكرام، عندنا قبل بعض طلبات إخوانكم